عقده باريس سان جيرمان ده عقده لينا كبرشلونه عموما. الفرقه دي بتكسب في الدقيقه 90. ايه يا جدعان، ايه اللي بيحصل؟ هو في ايه؟ الفرقه في الشوط الثاني برشلونه لم يتواجد تماما. في الشوط الثاني انا ما شفتش لامين يامال، ما شفتش لعيبه برشلونه، ما كانش فيهم غير بدري وايريك جارسيا في الدفاع، وكمان طبعا الحارس المخضرم تشيزني. غير كده في حاجات كتير غلط يا جماعه. هي الفرقه ايه اللي جرى لها في الشوط الثاني؟ هو ايه التعليمات اللي هانز فليك اداهم لهم؟ اما انا مش شايف ان في اي تعليمات، انا شايف ان في عشوائيه. شايف ان فريق برشلونه ما كانش متصور ان باريس سان جيرمان هيهاجمه. الطبيعي ان هو هيهاجمه مش علشان حاجه، علشان هو بطل دوري ابطال اوروبا، لازم يدافع عن اللقب قصاد خصم زي برشلونه يرهب بيه باقي الفرق ان هو يبقى احسن بكتير من نادي برشلونه، وان هو يكسب نادي برشلونه، وبالتخصص كسب نادي برشلونه. انا يؤسفني اقول لك بس ان فعلا برشلونه يا جماعه لسه مش جاهز ان هو يكسب دوري ابطال اوروبا خالص. مش هي دي الفرقه اللي هتكسب دوري ابطال اوروبا مستريح لو ما فيش تدعيمات. انت كده بانيجو مارتينيز اللي مشي، ودلوقتي انت ما عملتش اي تدعيمات له في الدفاع. انت شايف الفوارق. كوبارسي وايريك جارسيا الاثنين مش ماشيين مع بعض. اراخو انت كده كده خايف منه، بلس كمان ان انت عندك كريستنسن انت بتعتمد عليه في اوقات معينه، هو بالنسبه لك بقى لاعب احتياطي. فاحنا محتاجين مدافع سوبر علشان نظبط الدنيا شويه. انا مش قلقان من حراسه المرمى، تشيزني كان كفيل ان هو يبقى مكان خوان جارسيا. سيبك من المباراه دي، برشلونه كلها كانت وحشه، احنا في ارضنا ومش عارفين نعمل حاجه. ده دليل ان برضو فريق باريس سان جيرمان فريق قوي جدا يا جماعه. دلوقتي فريق فعلا يستاهل التحيه والتقدير. الفرقه خطيره جدا يا جماعه على المستوى الهجومي، وبالفعل بيتنقلوا الكره بكل سهوله، وعندهم لاعب زي فيتينيا ده لعيب سوبر، غير اشرف حكيمي، لعيبه كتيره مهمه جدا في باريس سان جيرمان. فرقه متكامله للاسف.